بس أنا مش هطلعك عبير. أنا غلطت ومحولك قدام مصطفى، بس طلعني مش هطلع. وأنا مش هعيش معاك تحت سقف واحد يا مؤمن لو طبقت السما على الأرض. تتكلم يا مصطفى. الكلام يقول إيه؟ إذا كنت أنت نفسك مش لاقي حاجة تقولها. يا عبير انا عايزك تهدي عشان نعرف نحل. أنا مش عايزة أحل حاجة، أنا عايزة أتطلق. ما هو يستحيل اللي يعمل فيا أنا وأخويا كده أعيش معاه. يا ستي مؤمن غلطان، وانا معاك انه غلط غلط كبير، بس حطي نفسك مكان الراجل ده. شال الورشه وكبرها لاجلك ولاجل بيته ولاجل عيالكم ان شاء الله، وفجاه كل ده اتهد فوق دماغه. ومن غير ما يكون ليا يد في اللي حصل. هو اللي جه بوظ حياتنا. تقوم بسلمه لحمادة؟ أنت سامع يا مصطفى؟ ست قلت لك غلطان ومحقوقلك خلاص. خلاص يا مؤمن، تعالى نقعد عندي في البيت لحد ما تهدى شويه. اسبقني انا جاي وراك. لو قدرتي تسامحي سامحي، عشان هو ندمان بجد. حرام انتوا الاتنين تشيلوا ذنب مالكوش فيه. السلام عليكم. أنا جيت أطمن إنك رجعت بالسلامة. أنا محقوق لك. مش صح برضه أسيبك في الطل كده. بس مزاجك متعكر. بس لما هديت وفكرت لقيت إن أنا غلطان. إحنا مصلحتنا واحدة. أنت عايز تبيع الورشة وحسن عايز فلوس الورشة وأنا عايز حسن. أنت عايز إيه يا حاج؟ بعد الدواء. كلك ما استعبيرون. أنا هاخد الورشة. مؤمن يشتغل فيها واللي يكسبه حلال عليه. ولما يرجع حسن يبقى ياخد الورشة، واللي ليه حق ياخده ونصفي الحسابات. أنا ماشي. هما المنة فين؟ قالت لي هتطلع تلعب بره. كده من غير ما تقولي؟ البت بقت بتحبك قوي يا حسن. مالك يا حسن؟ فيك ايه؟ مخبي عني ايه؟ انت عارفه ان احنا لازم نسافر في اسرع وقت. ماني عارفة بس هنعمل ايه في الظروف اللي ما عندنا؟ هو في حل كده بس محتاج اخد رايك فيه. ايه هو؟ طيب قولهولي على طول. ام نسمه مالها؟ عايزه تتجوز. طب واحنا مالنا يا حسن؟ هو جواز ام نسمة هيساعدنا في حاجة؟ وبعدين انت عرفت منين اصلا؟ هي جت قالت لك تشوف لها عريس؟ والله العظيم ده انا اللي بشوفه الايام دي في حياتي ما شفتوش في عمري كله. ما علينا، خلينا في موضوعنا. ايه هو الحل اللي انت عاوز تقوله لي؟ عايزه تتجوزني. عاوزه تتجوز مين يا حسن؟ انت اتجنيت ولا جرى في مخك حاجه؟ اقعدي عشان نفكر. لو انت عايز تفكر انا برضه بقول بسطها ليك والشاي اللي رايح جاي، بس كنت بكدب نفسي. بس ايه وشاي ايه؟ الست عايزه ورقه تحطها في وش اخوها عشان ما يستغلهاش. عندنا اللي يمكن المسها. مش هتلمسها؟ طب والله كتر خيرك. هو انت بتعمل ايه يا حسن؟ انت بتعاقبني عشان ما فيش حاجه بتحصل ما بيننا؟ لا طبعا، انت بتقولي ايه؟ هند افهمي، احنا محتاجين المبلغ ده عشان نسافر. ماشي يا حسن، اللي انت شايفه صح اعمله. انا اصلا ما بعرفش افكر، لو كنت بعرف افكر ما كانش ده بقى حالي. انت رايحه فين دلوقتي؟ ما تخافش. هروح فين يعني؟
شويه وراجعه. زعلانه قوي يا رب، زعلانه قوي، زعلانه وخايفه، خايفه يكون ده عقابك ليا. أنا عارفة إني غلطت، بس أنت أكتر واحد شاهد وشايف إني ما كانش قصدي أي حاجة من دي خالص. والنبي سامحني، أنا كل اللي يهمني دلوقتي إنك ما تبقاش زعلان مني. سامحني والنبي يا رب. اتفضل يا استاذ سعيد، اتفضل اتفضل. استاذ سعيد المحامي خلص الموضوع اوام اوان، بس الاول عايزه اتكلم مع هند قبل ما نعمل العقود. تمام. خلاص يا مونس، حسن بيفهمني كل حاجة. خدوا راحتكم. وحياة حبيبك النبي عايزه اتكلم معاكي. دي حته ورقه بس عايزه استخبى فيها، ما عنديش حل تاني عشان ابعد اخويا عني. انت يا مونس بكل الفلوس اللي معاكي دي ما لقيتيش غير حسن؟ عشان انتوا ناس طيبين مش هتاذوني ولا هتطلعوا سري بره، وانا شبعت واستكفيت من كتر الاذى والله العظيم. طب خلاص اديني وافقت، عايزاني اعمل ايه؟ عايزاكي تبقي فاهمه انه مش بكيفي، انا مضطره. وحياة نسمة انا لا عيني لا على جوزك ولا على حد غيره، ولا فارق معايا صنف الرجاله ده كله. دي بس حيطه انا عايزه اتدارى فيها بس كده.